اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده معايا قنبله اغراء. البارفان اللي هتكلم عليه النهارده فعلا حاجه كده زي القنبله، بتنفجر، بتعمل صدى في المكان مش طبيعي. النهارده معايا الراعي الرسمي اللي ودوني على بيت حبيبي نعيش مع بعض فيه. يعني هو بيتكلم عن نفسه الجود جيرل الاديشن ده يا جماعة حاجة مش طبيعية، حاجة وهمية. السيشن بتاع اي عروسة، يعني انا شايفة ان هو بيكمل مش الصور بس في السيشن، يعني ده هو بيكمل اناقتك. يعني حاجة انا بس عايزة اقول لكم في الاول كده النوتة العطرية عشان ابقى لميت موضوع الجود جيرل كله في الريفيو النهارده. طبعا هو افتتاحية العطر عندي لوز كريمي. يعني انتم متخيلين لما تبقى ريحة اللوز الجميلة دي كريمية، يعني حاجة كده. آه يعني حاجة، انا طبعا شبعت رش قبل ما اعمل لكم الريفيو ده عشان اعيش في اجواء بصوا بقى، هو سحر، هو فعلا قنبلة إغراء، حاجة كده فظيعة. طيب خلينا نخش في النوتة عندي فانيليا، عندي باتشولي، عندي فيها برضو سنة قهوة، عندي العنبر. كل الحاجات دي اتوظفت بحرفية بطريقة في الاديشن ده تحديدا من الجود جير. طبعا انتوا عارفين اصدارات الجود جير لكارولينا هيريرا كتيرة جدا، يعني الاسود والاحمر والجليتر التاني اللي هو ذهبي مختلف عن ده، ده لسه الاديشن ده جديد. والاسود طبعا والفضي بتهيألي نزلت. كل الحاجات دي، كل حاجة كده وليها لونها، ولكن أنا عجبني ده جدا. يعني بصوا الموضوع مش طبيعي. الموضوع ان زي ما احنا متعودين ان احنا بنقول او بنحب بقى ان احنا نوضح رسالة الديزاينر اللي صمم الجمال دوت. هو بيوصل لنا ايه؟ الكعب العالي ده الغرض منه ايه؟ حاجة كده. عارفين انتوا لما تبقوا ماشيين ولابسين الكعب العالي ده وعمالين تطقطقوا كده، تطقطقوا، ولما تبقوا عايزين تلفتوا نظر حد وتبقوا ماشيين تعملوا الحركة دي. طبعا زمان بقى ايام الشباب بقى يا جماعة وكده، فاللي هو للفت الانتباه. وطبعا في الفرح مش هتبقي شبه حد، اعتقد يعني ان مش الجود جيرل هيبقى مختلف تماما، حاجة يعني مش ليوم الفرح بس. انا عايزة اقول لكم ان هو قنبلة اغراء، قنبلة فوحان، حاجة مش ممكن جمالها. يعني من الحاجات اللي انا النهاردة عايزة اتعمق فيها واعيش جوه النوتة بتاعتها العطرية، لأنها فعلا تستاهل الضجة اللي معمولة عليها. الجود جيرل دي الليتر اللي فيها ده هو يعني يمكن عايز يوضح لنا، يقول لنا لا ده مفيش بعد كده. الدنيا يعني الدنيا فرح في فرح، والدنيا حلوة وكده. الريحة كمان والله العظيم مختلفة جدا جدا. يعني عارفين الحاجات الشجري اللي هي تمشي صيف وشتاء بالليل، يعني ايه، شغالة معاكي اي وقت اي مناسبة. حاجة كده فعلا يعني مش ممكن، خطيرة خطيرة خطيرة. والنوتة اللي فيها متوظفة بطريقة، يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي فيها اللي هي لفتت انتباهي الموضوع القهوة دي. هي مش موجودة في، ولكن أنا حسيتها كده سيكة يعني. برضو بتحسسك بسنة وقار كده. يعني ايه، هي دلع، هي كلها جاذبية وإثارة وأنوثة متفجرة وشخصية.
يعني دي من الحاجات اللي انت هتبقي حطاها وسايبه بصمتك. من الحاجات اللي انا لما بحطها مثلا واجي اخش الاوضه الاقي لا الريحه لسه معبيه المكان، والريحه مش طبيعيه، وبعدين غنيه، ريحتها غنيه، ريحه الكريمه فيها، واللوز اللي معموله مش عارفه يعني ايه لوز بطريقه كريميه كده، اللي هو يعني يخليكي كأن العطر ده خط كده تقعدي تشمي فيه مدة علشان توصلي لآخره. الدراي داون بتاعه برضو من الحاجات المبهجة جدا، يعني كل شوية بيدي نوتة كده فظيعة، حاجة ليها سحر مش طبيعي يا جماعة. يعني أبهرتني فعلا. طبعا انتوا عارفين كارولينا هيريرا، يعني المصممة دي تحديدا أبدعت. وبعدين لما تبقى الديزاينر واحدة ست، فأكيد هتبقى عارفة متطلبات أي ست إيه في العطر اللي هي عايزة تحطه، وتبقى هي فيه التوب، تبقى هي فيه كعبها عالي على الكل. فقدرت ان هي تفهمنا احنا، طبعا الستات فاهمين بعض، فاهمين احنا عايزين ايه. فهي قدرت توظف النوتة العطرية بتاعتها في تصميم برفان، يعني حاجة كده. هو زهري طبعا، شرقي، الباتشولي والزهور وخشب الصندل يعني في شوية حاجات كده، عاملة كوليكشن مش طبيعي، قدرت توظفه بطريقة أبهرتنا إحنا، يعني أبهرتنا إن إحنا يعني دي محتاجة تعظيم سلام. دي مش ممكن كمية الجمال اللي يشد، الجمال اللي يسحر. يعني أنا لما بشم بصوا، يعني برضو من ضمن الحاجات هو شجري وفي نفس الوقت منعش، اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده. لا مش ممكن بجد، يعني طبعا حاجة ما تتفوتش، حاجة يعني عايزة واحدة كده تبقى قمر في نفسها كده، حاجة كده يعني مش قادرة أشبهها لكم بحد معين كده. عايزة ياسمين صبري، ما ينفعش ياسمين فهمي، خليها ياسمين صبري. فعايزة أقول لكم إن هو حاجة من الحاجات فعلا مش محتاجة الكلام، هو بيتكلم عن نفسه. أنا برشحها طبعا بشدة لكل ما هو مميز. واحدة عايزة تسيب بصمتها في المكان، عروسة في سيشن فرحها بعد فرحها، حاجة كده يعني متعة متعة متعة، ملهاش حل، حاجة كده ملهاش وصف. أتمنى تجربوه، منتظرة رأيكم، وأشوفكم على خير بريفيو جديد إن شاء الله. باي باي.